السوالف مع ضيفنا ممتعة تحت الهواء دائما لولو، من خلال متابعتنا لمواقع التواصل الاجتماعي يعني تشوف بعض الحرفيين في ذاك البلد أو هذا البلد ونقول واو تبارك الرحمن، يعني شغله مرتب ما شاء الله تبارك الرحمن. وعندنا بالكويت مبدعين في حرف متنوعة ومتعددة ومختلفة. لذلك اليوم العزيز والغالي اخونا صلاح الحرفي في ما يخص ويعنى بالخشب والامور الجميله اللي قاعد نشوفها على طاولتنا. صلاح، في البدايه مساك الله بالخير، سعيدين بوجودك معنا. شغفك هوايتك بنسولف عنها اكثر، لكن بعد ما نرحب فيك يا حبيبي. مساك الله بالنور ومشكورين على استضافتكم لي، وانا اسعد اني موجود هنا. ساعة مباركة. يعني ما شاء الله هذه حرفة تحتاج الكثير من الدقة والتفاصيل، وقاعد نشوف ألوان خشب جميلة قدامنا على الطاولة، قاعد تقول لنا أن هذا كله خشب طبيعي. صح. بس اللون بنفسجي أحمر. شنو سماهم لولو؟ البنفسجي. قولي نادر. نادر. قال خشب نادر. قال هذا خشب نادر. قال خشب نادر. هذا اللي أول. الأخشاب هذه في بعضها نادرة. هاي اختي الحين. ما تكون متوفرة بالكويت ومو بأي دولة تطلبها ونادرا ما تتوفر. يعني ممكن تحصلها بين فترة وفترة، ما تكون متوفرة دائما. الحين صلاح انا اسف، الحين اللي بنشوفه مع الساده المشاهدين الحين هذا اللي قلت لي اياه شنو بالضبط؟ هذا اللي عندنا مجموعه منه. هذا البدوك، اسم الخشب بدوك. بس القطع هذيل الابيتايزر بليت او الواح التقديم. صالح الحين هذا خشب بيور، خشب مو مصبوغ. مو مصبوغ. لو ينكسر هو من داخل لون كذي. خشب نفس الشيء باقي الالوان. في الوان ثانيه بعد بس ما سمح لي الحظ انه يبون في اصفر. اصفر وفي يعني درجات حق البني ثانيه. وفي في معلومة أنا أعرفها بس من تصنيع الجناط اللي فيها يدتها مسكتها خشب. يقولون أن من لون الخشب تعرف بأي سيزن انصنعت الجنطة، سواء كان شتاء أو صيف. هل فعلا هذا شيء حقيقي؟ هو تقريبا دخلنا الفاشل. عافية عليك. لا عافية عليك. في معلومة مشابهة لها أن الألوان الخشب كل ما تكون غامجة أو مايلة للون الأسمر تكون صيفية. صيفية. صيفية، بمعنى أن الأشجار هذه تكون بالدول الحارة. يعني مثل خلينا نقول الخشب الغامج اللي هو الونجي. هذا ممكن يكون موجود بأفريقيا. أفريقيا دولة حارة. الخشب البنفسجي مو موجود هناك. موجود مثلا بكندا او موجود بامريكا، دول بارده. زين صالح، خلنا ابدا معاك الحين. انت عاد شغفك في النجاره والاعمال الخشبيه لدرجه انه صار عندك منجر تبارك الرحمن خاصه فيك، هذا غير عن شغلك الاساسي، يعني هذا شغفك وهوايتك. من متى بلش معك هذا الامر؟ وشنو الاشياء اللي انت قاعد تسويها احنا ما شفناها للحين؟ هو بلش معي، انا ترى ما احب النجاره اساسا، فبلشتها بالغلط بعدين حبيتها. ما تحب النجاره؟ لا انا مالي بالنجاره كلش، فبلشتها بالغلط ما ادري شلون وحبيتها. يعني كنت بسوي شغله بالخشب وبلشت بالنجاره. البدايه الفعليه يعني كنجار محترف تقريبا صار لي ما يقارب ب9 سنين. بدش ب9 سنين بس من قبلها يعني بدايات واتعلم. بلشت طبعا كل شيء اشتغل، ما بلشت بس بالنجاره، بلشت بالنجاره بالحداده بالبلاستيك، يعني وايد حرف. وشوي شوي بعدين صرت اشوف نفسي اميل للنجاره اكثر لان الشغل عليها اسهل، خشب تشكيله اسهل شوي، بس اجهزتها اغلى. المعدات مالته. بس صالح هو بس لاشباع هوايه وشغف ورغبه وحب متاخر صار مع هذا الجانب، ولا انت ماخذها بزنس؟ يعني الحين نادر يدق عليك صالح انا ابي مثلا قطعه خشبيه معينه، في مجال وامكانيه توفر لي؟ هي انا ماخذها هوايه وبزنس بنفس الوقت، بما ان انا وصلت لمرحله ان انا قادر اقدم شيء الناس تقدر تستخدمه. يعني انا واثق او متاكد من اللي انا قاعد اسويه. هذه يمكن شغلات بسيطه. انا عاده اشتغل على مشاريع اكبر مثل مكاتب وطاولات كبيره، يعني طاولات طعام حق 6-8 اشخاص 12 شخص، يعني مشاريع كبيره. نادرا ما اشتغل بمشاريع صغيره. مشاريع كبيره. انا اللي بسال عنه بعد. الحين في شيء صار
حق اللي قاعد يبنون بيوتهم يستخدمون شيء سواء في التكسيات بالواجهات او حتى من داخل شيء اسمه بديل الخشب. في بعض المكاتب الهندسيه او بعض المقاولين او بعض المصممين ينصحون فيها الشيء كنوع من التكلفه اللي تكون اقل وتعطيك الشكل الجمالي. وفي بعض المهتمين والمختصين يقول لك لا هذا عمره اقل، هذا ما يعطيك الجوده او النظره او الشكل اللي يعطيك اياه زهوه الخشب الصجي. لكن اذا بنمسك العصا من النص صالح، بديل الخشب شلون تشوف انت؟ بديل الخشب هو موجود من زمان بس يمكن الاسم صار شوي جديد. هو بديل الخشب عباره عن مثلا بلاستيك ومطبوع عليه شكل الخشب، او يكون مثلا نوع من انواع المعدن اللي هو الالمنيوم او غيره، ونفس الشيء مطبوع عليه نوع من انواع الخشب. هذا يكون افضل من الخشب للاستخدامات الخارجيه. ليش؟ لانه ما راح يعني هذا ينتلف، يحتاج مثل خلينا نسميها صيانه. صح. اي بس في انواع ثانيه مثل البلاستيك ما راح يخترب، ما راح يتاكل، ما يحتاج صيانه، ممكن يتم معك فتره طويله. فحق الاستخدامات الخارجيه في اخشاب بعد حق استخدامات خارجيه، بس يعني انا اشوف انه يمكن بديل الخشب افضل حق الاستخدامات الخارجيه. عندنا خشب بالكويت تقدر تستخدمه توفر؟ في انواع مثل الكينه، وفي بعد الصفصاف، في انواع وايد، بس يعني للاسف انا ما استخدم الاخشاب اللي موجوده بالكويت، انا اميل اكثر حق الاخشاب الاوروبيه او الامريكيه. ليش في صعوبه في استخدامها يعني؟ هي في معلومات شوي دقيقه، الخشب ما اقدر اشتغل فيه الا لما يوصل لنسبه رطوبه معينه. اوكي. زين، فانا الخشب اللي بشتغل فيه لازم عارف عنه كل شيء، متى يتمدد وينكمش، واذا تمدد ايش كثر راح يكبر، واذا انكمش كثر راح يصغر. فالاخشاب اللي موجوده بالكويت انا ما ادري شنو نسبه رطوبتها الصحيحه، واذا بتمدد ايش كثر، بس الاخشاب الاوروبيه او الامريكيه من بدايتي انا قاعد اشتغل عليها، فعارف المعلومات هذه عنها. هذه وايد مهمه، يعني حتى اذا بسوي شيء او مثلا طلبيه بسوي مكتب من خشب طبيعي، ما يصير انا اسوي القطعه وانا ما ادري انها راح تتمدد وممكن تتكسر. صح. هني صالح خلني اسال شوي بزياده. انت طبعك انه ما ابي ابتكر، انا ماشي على الوضع الطبيعي، ما ابي ابتكر تشكيل معين، احط لمستي، احط بصمتي في يعني مثل هذه القطع بصمتك واضحه، يعني الحين انا عارف ان هذا صالح اللي مسويها. لكن في شيء عنصر الابتكار، انا ببتكر شيء من الخشب يمكن مو متوفر بالسوق. عندك هذه الفكره ان انا ابتكر شيء مو متوفر؟ قاعد افكر ان انا اسوي شيء مو موجود بالضبط بالسوق، بس لو اتعمق بالتفكير زياده كل شيء بتفكر فيه يكون جديد هو اصلا يعني موجود من قبل بس مطور شوي. برافو عليك. اي نفس التلفزيون، شنو كان قبل؟ تطور، مسرح، تلفزيون، سينما. صح. هي الفكره الاساسيه موجوده بس في تطور. نفس الشيء بالنسبه حق المشاريع، بس احاول كثر ما اقدر ان انا ما اكرر او اقلد الشيء اللي موجود بالسوق، على الاقل اسوي شيء متغير لو بشكل بسيط. عمليه التطوير واللمسه والتاتش الخاص في صالح، شنو اللي تقول والله هذه لمستي؟ جوده الخشب، نوعيه الخشب، لون الخشب، تصميم الشكل، هذا تقول هذا مثل السيجنتشر مال صالح. شوف، اول شيء يمكن نوع من انواع الخشب اللي هو خشب الجوز. هذا يمكن بالمجال اللي انا اشتغل فيه والناس اللي حواليني من يشوفون خشب جوز فيدرون ان هذا احتمال كبير انه شغل صالح. اغلب شغلي انا يكون على نوع الخشب هذا. التصاميم اللي انا اشتغل عليها ميد سنتري، من تشوف قطعه ميد سنتري اعرف هذا صالح. شغل صالح على طول. اوكي. وشنو وجهة نظر اهلك وزملائك في العمل؟ يعني نبي رايهم بالشغل اللي تسويه، يقولوا لك يعني انت مبدع فعلا ولا خليك على الكمبيوتر احسن؟ البدايه ولا الحين؟ لا الحين. الحين لا، الكل مستانس والكل يشجعني وقاعد. بالبدايه مو الكل قاعد يشجعني، يمكن لان ما بيقول شيء غريب، بس عادة يعني الشباب تكون هوايتهم كرة قدم، نوع من أنواع الرياضة، أو يعني يمكن المكشات. نادر إنه نادر وايد أنا باخذ عليك ضريبة وايد قاعد استخدم اسمك. الهوايات الحرفية يمكن تكون قليلة أو مو مألوفة وايد بين الشباب، بس بالبداية. بعدين خلاص يعني شافوا إن أنا قاعد أشتغل ماخذ الموضوع يعني بحب وشغف، فصار في تشجيع أكثر. لا عمر معين مو الخشب،
الهوايه والشغف. صالح يعني خلينا نستفيد من جملتك صحيحا لما تقول لي انا ترى اكتشفت ذاتي متاخر ومن تجربه شغله بسيطه، انا ما كنت لي بالنجاره. المقبل على مثل يبي يكتشف هوايته متاخر، نقول لك تو ليت خلاص راح عليك، ولا في مجال الحين واحد يكتشف ذاته بهوايه جديده كنجاره مثلا؟ ان شاء الله ما اطول بالشغله هذه. ما في شيء اسمه متاخر، ماكو شيء، ما في شيء اسمه متاخر حتى لو عمره 80 سنه. وين المشكله؟ جرب عادي، جرب هوايه هوايتين ثلاث اربع عشر، ما يزت لك هذه تجرب الثانيه اللي بعدها واللي بعدها، لما تشوف نفسك بالمكان اللي انت تحس انه في ميول او بديت انك تتاقلم عليه. انا وايد رياضات وايد هوايات جربتها، في شغلات استمر عليها وفي شغلات اغيرها. قبل هذه انا كنت لاعب هوكي 12 سنه. تبارك الرحمن. اي فما كنت متوقع ان انا اوخر عن الهوكي، بس لقيت لي شيء في شغف اكثر حبيته فاتجهت حق النجاره. الحين علشان اصنع تحفه فنيه بالخشب لازم اخذ دوره ولا الموهبه تكفي؟ لازم اكون فنانه واخذ دوره ولا الموهبه ممكن تطلع تحفه فنيه؟ مو بالضروري اذا ما كانت بزنس. أي. اذا كانت ابي اتسلى ابي احتفظ بالشيء عندي مو بالضروري، بس اذا كان بزنس فاكيد لازم انا اوصل لمرحله مرحله معينه من الخبره بحيث ان انا اقدم للناس شيء يعني يقدرون يستخدمونه. ما يصير ان انا اقدم لهم شيء يعني تصنيع في عيوب في اخطاء. صالح اللي قاعد نشوفه بالشاشه الحين العوده اللي هي عندنا بالاستديو، هذه احد اعمالك؟ اي هذا انا مسويه. شنو يعني هل هي كانت قطعه متساويه ولا هي كذي وانت حفرت؟ هذا كان جذع الشيره صار له اكثر من 15 سنه ولا قصه، فعشان كذي انا اخذته نظفته ورديته، ما كان بالشكل هذا، وقصيت بعض الاجزاء الزايده وبعدين سويت له قاعده والتفاصيل الباقي. فالقطعه نفسها لها قصه عند شخص محافظ عليها اكثر من 15 سنه فيبيها عنده بالبيت. جملتها له؟ اي سويتها يعني نظفتها وسويت لها قاعده وحاولت ان انا اطلعها بافضل صوره. عندنا الثقافه هذه صالح اللي الناس تبارك الرحمن يعني هذا صديق لك عنده قطعه خشبيه عزيزه عليه وانت عاد لبقتها له بطريقتك الابداعيه. احنا بشكل عام في عندنا في المجتمع ثقافه الخشب، يعني يجون يقعدون معاك ناس يقولوا لك والله نبي بهالطريقه الفلانيه، نبي بالشكل الزخرفي الفلاني. تحس عندنا هذه الثقافه في هذا الجانب؟ اي في ناس عندهم الثقافه هذه وفي ناس متعمقه وايد، مو بالضروري انه يكونون شغالين بهالشيء بس عندهم عندهم ميول حق الشيء هذا او اهتمام بهالشيء من غير ما يشتغل فيه. يعني انا اذكر كنت اتكلم مع شخص كان يبي يسوي طاوله، قبلها قال لي انا عندي طاوله قديمه ولها قصه، يعني كانت مالت يده بعدين خذها ابوه الحين بياخذها، يقول انا ابي عيالي يستخدمونها. فابي اسوي لها يعني اعاده تصنيع بس انك تحافظ على شكلها وعلى لونها. ففي ناس عندهم الثقافه هذه. يمكن الادوات اللي تستخدمها الحاده اللي تستخدمها في صناعه الخشب خطره شويه صح؟ وايد مو شويه وايد خطره. وايد خطره وايد. يعني انا صار لي 9 سنين اشتغل للحين قاعد تحوشني اصابات. تو قبل شهر تقريبا اصابه، قبل شهر اي. فلا الاصابات ما بيقول لازم الواحد لازم يدير باله، بس يحط بباله انه ممكن لا سمح الله انه تجي له اصابه، لان بالنهايه اجهزه خطره، مناشير وادوات حاده ففيها خطوره عاليه. قاعد نشوف كان مع المشاهدين يعني حتى بصبغ الرش قاعد تحاول تستفيد منه ولا؟ اي هني لان عندي شكل متقوس فابي شيء اقدر ان انا اسنفر فيه او انظف فيه هذا. اي من غير ما اخرب الشكل. لا يعني الموضوع هذا عندك في الورشه نفسها؟ اي هذا بورشتي. والله الجود اللي بهذا يعني حتى اجهزه ووحده قياس اي والتصوير يعني قاعد يصور متعمق في هذا الجانب. صالح قطعه تقول والله هذه من الاشياء اللي انا اعتز فيها للبيع مو للبيع، شيء انا سويته وما زلت اقول انا اعتز في هذه القطعه اللي انا سويتها. عندي واحدة من الطاولات اللي انا مسويهم ميد سنتري، هذا شيء وايد فخور فيه، مو بس يعني اعتز فيه، وايد فخور فيه. مسوي منهم 3 ثيمات. يمكن واحدة من الصور كانت موجودة طلعت بالبداية اعتقد. اي كان لونها اصفر بستايل الميد سنتري او اللي يسمونه منتصف القرن اعتقد ان صح التعبير. وايد فخور فيها لان فيها تفاصيل وايد متعبة بس لما تشوفها بسيطة،
مريحه للعينها بسيطه، بس بالشغل وايد تفاصيل ومتعبه وايد. انت وين بتروح في هذا المجال؟ يعني هو شغف وهوايه وحولته الى كانه نص دوام، انجاز التعبير لي. بس صالح وين يبي يروح في هذا المجال؟ وين يبي يروح اكثر؟ انا ماسك تقريبا 3 خطوط. الخط الاول البزنس اللي انا شغال فيه، اللي هي هوايتي قاعد اطلع منها. الخط الثاني تدريب. حلو. الخط الثالث انشاء وتاسيس او المساعده على انشاء وتاسيس المصانع. اسست اكثر من مصنع. برافو عليك والله. أي. وغير الندوات والمحاضرات والمشاركات اللي قاعد اسويها برا الكويت. برا الكويت. ممتاز. تذكر اول قطعه فنيه سويتها شنو كانت؟ كانت قطعه مو فنيه اذكرها اول واحده. اللي هي القطعه اللي دخلتني لمجال الخشب، اللي هو الميرور، اللي هو السمك الصناعي اللي يحدقون فيه. صح. انا دشيت عشان بسوي هذه لان ما كانت موجوده بالكويت، ونوعيه وايد بخاطري ان انا اخذها بس مو قادر ان انا اوصل لها. قلت خل اجرب اسوي، وسويتها وما خليت هذه اشوفها وخشيتها. ايه. شوف انا اتمنى لك التوفيق يا رب العالمين. أجمعين يا رب. تونست الله يونسك بالعافيه. انا باخذ هذه. شوف هني اعتقد هاي تحط لان لونها نادر. اي هي كلهم زيتون وجبن. ايه. صح؟ ممكن. تشيز ايه. بلاتر. فكنا باخذها لي انا. عليك بالعافيه ما تغلى عليك. صدق؟ اي بس ما تيك كذي، لازم باكجينج. لا ايه. انا والله باخذها ولا انطر شلون تحط لي اياها اي احط لها ارتبها لك كرتون وشيء وعليها اسمك. لان بيني وبينك هاليومين هاب بالاجبان بيني وبينك. بس عيل اخذ لك كم واحده. عسى ربي يطول عمرك. وعمرك الله يمسك بالعافيه. الله من يسلمك. الشباب اللي انتباه ونفتخر فيهم. تسلم. هوايتك شغفك عسى ربي يوفقك يا رب العالمين. أجمعين. شكرا لوجودك معنا اليوم صالح. شكرا ما قصرتوا، وانا وايد سعيد ان انا موجود معاكم. عمرك حبيبي. وما قصرتوا. احنا سعد. شكرا. راح نروح فاصل ونرجع نستكمل فقراتنا. لا تبعدون، معنا ضيف جميل جدا بعد الحفل.